كم هو مضن للنفس طول البحث والتفتيش في دنياه. صفة لا يختلف عليها اثنان: الصدق حين يغني وحين يمثل وحين يتكلم وحين يغالب مرضه. أرتاح إلى هذا التفسير وأستعين به في الاقتراب من دنيا حليم الملونة، والتي يفوح في أرجائها عطر خاص جدا. وصدقوني، كانت دنيا حليم الملونة المعطرة تسعد الطفل الصغير والشيخ الكبير، وتسعد المثقف صاحب الفكر والإنسان البسيط العادي. أليس الصدق قادرا على التأثير عليهم جميعا؟ مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا، جينا شايلين جرحنا وبكينا وقلنا جينا لكم ياللي لينا، مدوا ايديكم خدونا، شيلوا الشوك من صدورنا والدمعة من عينينا. اللي جينا لهم يا قلبي يا قلبي، في جرحنا جرحونا، في جرحنا جرحونا. ابكي تحت الليالي والخوف ملو الضلوع. حاول أن تفعل مثلي وتفتش في دروب قلبك ودهاليز عقلك، فماذا أنت واجد بها؟ بالتأكيد سوف تجد أن صوت عبد الحليم قادر على إقناعك بما يتغنى به، وليت الأمر يتوقف عند حد الإقناع، وصوته وهو يغني ينقل إليك عدوى الإحساس بما يتغنى به. والغريب أننا جميعا استسلمنا ولسنوات طويلة لما في صوته من قدرة على اقتحام الحياة الخاصة لكل منا. ولكن استسلامنا لصوته لم يكن عن ضعف، بل استسلام حنون، استسلام يقدر كل ما في صوت حليم من ميزات تجعلنا نصرخ وفي وقت واحد: تاني يا حليم. بحبها وفي قلبي ساكن حبها. يا ريت يا شوق يا ريت يا شوق توصل لها ويحس بيا قلبها. بحبها حين يغني ويصف لك كم هو سعيد، تصبح الدنيا أمام عينيك جميلة يانعة خضراء. ترى الدنيا أمامك عروسا تفتح لك صدرها وتدعوك إلى أحضانها الدافئة. وحين يغني ويصف لك كم هو معذب وتعيس، يتغير حال الدنيا حولك، يذهب اللون الأخضر، يكسوها الضباب والجليد، وتضيق شيئا فشيئا من حولك. غض غريب أين أحلامي وكانت كيفما سرت تسير، كلها ضاعت ولكن كيف ضاعت؟ لا
لست أدري لست أدري. حين يغني للوطن تشعر بأن جسده النحيل صار أقوى من كل الأقوياء، وأن ذراعيه الواهنتين تحتضنان الوطن وتعانقانه عناقا أبديا لا يمكنك أن تفصل في هذه الصورة العاشقة عن المعشوق. هكذا كان صوت حليم، صوت العندليب الأسمر كما أطلقوا عليه، صوت قادر على أن يلون الحياة حولك بحسب ما يتغنى به. والغريب أنك تشعر بالفعل بهذه الألوان وكأنها جزء من الحياة وليست لحظة انفعال سوف تذبل بعد وقت قليل. حاول أن تبحث وتفتش معي في دروب القلب ودهاليز العقل عن السر الذي يجعلك تقتنع به إلى هذه الدرجة، فتبكي إذا بكى وتفرح لفرحه وتسير إلى جواره فوق الرصيف متسكعا وتصفر بفمك معلنا أنك سعيد رغم كل شيء. ما هو سر نجاح عبد الحليم إلى هذه الدرجة؟ اتفقنا منذ قليل على أن الصدق هو سر اقتراب عبد الحليم بالناس إلى درجة التوحد. ولماذا لا يكون الصدق خلف هذا النجاح الأسطوري الذي ربما لم يعرفه أحد غيره؟ بالفعل كان عبد الحليم صادقا مع لحظات النجاح وما أكثرها، ولحظات الفشل وما أقلها. هو وفي عبارة ابن شرعي لظروف خاصة جدا، ولأن في كل منا بعضا من هذه الظروف فقد تعاطفنا معه وفرحنا به وغنينا معه. ولما لا، ففي شخصية عبد الحليم بعض مما في شخصيتنا جميعا. أما من علاقة واضحة تجعلني أقول أن ظهور عبد الحليم المطرب والممثل كان ثورة في عالم الطرب والتمثيل. والعلاقة التي أعنيها هنا أن ظهوره قد ارتبط باحتفالات ثورة يوليو الأم. وهل يختلف اثنان على أن أغنيته الشهيرة صفيني مرة كانت بمثابة حدث فني هائل الصدى والانتشار ألقي ذات ليلة في الاحتفالات بثورة سنة 53. أفتش في دروب القلب ودهاليز العقل فأجد في حياة العندليب الأسمر مصادفة تسترعي الانتباه. كان على موعد دائم مع شهر مارس، شهر الربيع في دنيا البشر. ففي مارس من عام 1955 عرض له في الأسبوع الأول أول فيلمين من غنائه، وهما لحن الوفاء وأيامنا الحلوة. وفي مارس سنة 1957 عرض فيلمه الخامس موعد غرام. وفي مارس سنة 1960 عرض فيلمه الثاني عشر البنات والصيف. وفي مارس 1961 عرض الفيلم الذي يليه يوم من عمري. وفي مارس أيضا رحل عن دنيانا ولم ترحل أغنياته وأفلامه، تركها لنا أمانة بين أيدينا وأوصانا وحملنا وصية في دروب القلب ودهاليز العقل، جعلها أمانة بين حنايا الدروب. في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام، وعمر جرحي أطول من الأيام.
الدكاترة بيقولوا إني مش هعيش أكتر من سنة. سيداتي وسادتي، هذا الصوت الذي عشتم معه هذه اللحظات إنه صوت مطربكم المحبوب الذي تجرى له في هذه الساعة بعيدا عن أرض الوطن العزيز عملية جراحية دقيقة. هذا الصوت خافت الآن إلا من أنفاس تتعلق بالحياة، وتتعلق معها ملايين القلوب التي تعشق فنه. الباقية في حياتك. مش ممكن.